يا فرحة ما تمت خدها الفار وطار. والزملكاوي بيقول غار مش فار. وحسام عبد المجيد يفعلها من جديد. أهلا بكم. انتهت منذ قليل المباراة المرتقبة لنادي الزمالك المصري ونادي اتحاد العاصمة الجزائري. الزمالك أدى مباراة دفاعية رائعة من كل الوجوه. طبعا بنعزي محمد شحاتة في وفاة والده، الله يرحمه ويرحم أمواتنا وأموات الجميع. ده بره اللعب خالص وبره الكورة وبره كل حاجة، دي حاجات إنسانية مفيش داعي الواحد يتدخل فيها ولا يقول جه ولا راح. هم أحرار مع بعض، ده أب وده ابن، وده ميت وده ابنه اللي عايش، ملناش دعوة بقى راح ما راحش، ضحى عشان الفريق ما ضحاش، دي حاجات شخصية مش هنتكلم فيها. احنا هنتكلم فقط في كرة القدم. الزمالك أدى مباراة دفاعية رائعة. اتحاد العاصمة لا يملك هجوم ناجع إلا إنه عنده خط وسط. الدفاع عنده مهترئ ومهلهل، ما عندوش غير خط وسط فقط يعني، وفي اتنين لعيبة بس يعني، واحد أجنبي اللي هو الأفريقي، وخلدون ده اللي في وسط الملعب. أدوا الاتنين يعني شوط أول عقيم، كله نواحي دفاعية ولعب تعاوني مع بعض. جه الشوط التاني طبعا احنا ما كناش شايفين كويس من الشماريخ اللي خلت الملعب بقى كله دخان وابيض، يعني كل ما الكوره الكاميرا تقرب بنشوف الكوره، انما فيما عدا ذلك احنا برضو يعني قعدنا فتره مش شايفين اللعيبه فين وبيلعبوا فين. نزل بزيرة حصل التحول. القرد ده يعني موهوب جدا وسريع جدا، عكس شيكو بنزا سريع بس. يعني شيكو بنزا لو الكوره اللي بيجري بيها دي من الناحيه الشمال وكان بيفهم او عنده مدرك هو فين ويتمرن كويس، انما بيبرقص بقى طول الليل والنهار. انما انا ما شفتش اسرع منه هو بالزيرة صراحه. لكن بزيرة، الفينا بزيرة حته لعيب موهوب، موهبه غير عاديه. وانا مش عارف ده بيلعب ازاي في مصر في الدوري بتاعنا، وهو يستحق صراحه دوري اعلى. وغالبا اعتقد ان الزمالك ممكن يحقق ارباح هائله من بزيرة. بس اهم حاجه الواد بتاعنا بتاع الاهلي ده ممكن ده ولا اسمه ايه، ما يحترفش معاه هناك في الخليج، عشان هيحطه في جيبه قش صغير بتاع السياله بتاع الجلابيه. المهم تحول حصل، بزيرة قطع الكورة من وسط الملعب وطلع درجن سرعته وموهبته وحرفنته المعهودة، وراح دخل جون ولا أروع من كده. ما نعرفش بقى القدر مخبي ايه للزمالك، فرحوا جدا وهيصوا وهللوا. حتى انا سمعت العماره وجنب العماره عندي بتتدردك الدنيا، وتقريبا كل المحيطين بيا زملكاويه، انا خفت كده. قعدوا يدبدبوا وسمعت صوت السلالم والبتاع، ما اعرفش ان هم كتير كده حواليا. انا احاول اشوف حته تانية واسكن بعيد، ما اقدرش ابقى في المجال الجوي الزملكاوي كده. هيكسروا العماره واللي حواليها عليه. المهم حسام عبد المجيد يعني كعهده بيعمل مصايب في المنطقة الخلفية، طالع فاكر نفسه ان هو حارس مرمى، وقام مدي الواد بركبته في الفقرات القطنية، فالواد وقع على الأرض يعني. بعد ما كنا يعني زعلنا ان بزيرة جاب جون، فرحنا ان حصل ضربة جزاء. وده شيء يعني شيء مش كويس مننا، ان انت تفرح في غريمك التقليدي، ده شيء مش كويس، شيء مش محمود. انا بقول لولادنا ان احنا ما نعملش كده، بس احنا بنعمل كده يعني. احنا قدوة ومثل لولادنا ان احنا ما نعملش كده.
انما احنا بنعمل كده على رأي ابراهيم فايق. بيحسب الحكم ضربة جزاء وسط ذهول لاعيبة الزمالك. بنتايج بيعترض وكان واخد تقريبا انذار، قام طرده مديله كارت احمر. اللعيب دخل اللي هو يعني يستحق صراحة احسن لعيب في الاتحاد العاصمة، بيدخل جون يعني. حارس الزمالك ما يقدرش يعمل لها حاجة خالص. جد 8 دقايق او 9 دقايق وقت ضايع، المباراة بتخلص بفوز اتحاد العاصمة زي ما توقعنا ان شاء الله، او امنياتنا مش توقعاتنا. انما اتحاد العاصمة فريق يعني معلش انا اسف مع احترامنا لاخواتنا في الجزائر، فريق متواضع لا يملك دفاعا ولا هجوما، يعني هجوم عقيم ودفاع مهترئ. هو يملك فقط خط وسط وحماس الجمهور. وانا اعتقد ان الزمالك قد يحقق نتيجة كبيرة في القاهرة، لان هذا الفريق لا يملك مقومات الفريق اللي هو يقدر يحصل على الكونفدرالية الافريقية. كل امنيات طيبة لاتحاد العاصمة الجزائري وده طبعا غلط، احنا كده بنعمل حاجة غلط. كل امنيات طيبة طبعا لنادي الاتحاد الجزائري، اتحاد العاصمة الجزائري، انه يقدر يفوز على الزمالك المصري اللي احنا بنقول ربنا يوفقه. طبعا امنياتنا لا. انا عارف ان انا هتشتم دلوقتي، بس احنا بنهزر يا جماعه والله. يعني احنا بنتمنى اخواتنا الزملكاويه ان هم ما ياخدوش ولا دوري ولا كونفدراليه، عشان اصل الصياح كبير وما بيعرفوش في التاريخ ولا في الجغرافيا ولا في الاحصاءات واحصائيات ولا في العداد بيعد قد ايه. يعني بيقول لك المره 15 اللي خد فيها الدوري الاهلي كان سنه 78. يعني ده احيي ناس وماتوا ناس، يعني في جيل دلوقتي عجز من 78 عندهم 48 سنه، يعني ده شيء مهول. لما الاهلي حقق ال 15 في الدوري، 15 دوري، ناس عندها 48 سنه، تخيل انت. وبعدين يجي يصيح ويقول لك مش عارف ايه. انما لو كان بكل ادب وكل روح رياضيه يقول لك كل من الطيبه، احنا السنه دي احتمال كبير ان احنا ناخد الدوري، ومعلش احنا اسفين يا اهلي، يوم ليك ويوم عليك. على راي سمير سعيد، يوم ليك ويوم عليك، ولا انت مش عارف. انما هم مش دارين بنفسهم. ممكن ياخد دوري، ممكن ياخد كونفدراليه، بس بالادب والحنيه، مش بقله الادب وكده النسا. يعني احنا بنتمنى كل الخير لكل بلدنا مصر، وان مصر منتخبها يقدر يتجاوز ادوار التمهيديه. طبعا انا بعدت خالص عن الماتش عشان الماتش ده ملوش اي 600 لازمه، حاجه فقر هجومي فيما عدا الشويه اللي نزلهم بزيرة. بزيرة ده بيزنس الشياطين. اه والله، والله ده لو عرفنا نجيبه ده هنجيبه ونبعد عنه الباكات بتاعنا، هنعلمه الدرس، نعرفه ازاي يفلت منه. مستنيين الشوط الثاني في القاهرة بين اتحاد العاصمة والزمالك وما يسفر عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله. منتظرين على أحر من الجمر سيراميكا كليوباترا يفعلها بدون علي ماهر على الخط. هذا الإيقاف المقصود. بس أنا اعتقادي إن بيراميدز يعني سموحة بالنسبة له شيء متاح جدا. available. سموحة is available to Pyramids الأسيوطي. أعتقد إن كل التكهنات بتقول إن بيراميدز هو اللي هيكسب.
الدوري هذا العام حتى وإن فاز الأهلي. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا جدا اتحاد العاصمة الجزائري على هذا الفوز الغالي، وإنك نيمتنا ودمعتنا مش على خدنا، وسهرنا جه بفايدة. تصبحوا على خير.